أرحب بالأصدقاء الأعزاء رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني والناقد الرياضي الكبير طبعا أستاذ خالد كامل. مساء النور يا أستاذ خالد. مساء الخير يا كابتن مدحت. يا أهلا وسهلا. واللي بيمتعنا دائما كل أسبوع ومستمر معانا بمشيئة الرحمن وهو أيضا رئيس تحرير كورة بلدنا الناقد الرياضي الأستاذ عبد الناصر زيدان. مساء النور يا أستاذ عبد الناصر. مساء الفل يا كابتن. أهلا وسهلا. يلا متعنا بقى. يعني خليني الاول اقول لك دايما يا مساء الانوار، حضرتك متالق، عجبني جدا. بما اننا بنتكلم عن القسم الثاني، بحييك على مساندتك لايمن الرمادي الصاعد من القسم الثاني في الامارات لكي نكون متخصصين في الفقره ده. بالضبط، مع اتحاد كلبه. ده شيء كان اكثر من رائع. هذا الاسبوع كان الاسبوع 23، كان مليئا بالمفاجآت طبعا. لا يفتى ومالك في المدينه، استاذنا خالد كامل موجود معنا النهارده بيسري هذه الحلقه. النتائج كانت يمكن قويه جدا. بنتكلم على الصعود، فيمكن ايمن الرمادي طبعا بهنيه وبشكره على مجهوده، لان فعلا ايمن فرق جدا. وما دمنا نهنئ ايمن فلازم نهنئ الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن جمال السيد، حصولهم على الكاس ايضا في المملكه العربيه السعوديه شيء اكثر من رائع. وفعلا انت مشتاق انك تشوف المدربين المصريين. صحيح، فده شيء مهم. الاسبوع 23 من الممتاز به بسرعه عشان وقتنا، كان يعني في المجموعه الاولى ربما يكون خالي من المفاجآت، لانه جاء على ما يتطلبه المنطق. سوهاج خرج من مباراته مع الألمنيوم جريحا بهزيمه على ارضه ووسط جمهوره، ولكن عاد لينتفض على ملعب التعدين في أسوان وفاز ب6-2 يا كابتن مدحت. سداسية الكابتن نبيل محمود لابد أن نحييه، لأنه استطاع أن يلملم الجراح في وقت قياسي يا أستاذ خالد، لأن إنك تتغلب على أرضك من منافسك في مباراة أكثر من رائعة من الألمنيوم كانت هي قمة الأسبوع 22، ثم تعود لتفوز بثلاثية في التعدين. ده شيء مهم جدا يا أستاذ خالد واحنا بنتفرج على الأداء. أكيد طبعا. يعني مجموعات كلها، يمكن المجموعة الأولى طبعا فيها ماتشات مؤجلة ومتحدد لها لظروف اشتراك، كان في أحداث في أسوان، وظروف كان ماتشين المفروض في الكاس تأجلوا، ثم ما شبر هنا وأسوان وغرب. فبالتالي أنت عملت كل المؤجلات خلال المرحلة اللي جاية. الفترة دي من النهاردة لغاية يوم 4 مايو هيبقى في يوم 29 التمهيدي الرابع لكاس مصر. بعد كده هنكمل الماتشات المؤجلة كلها بحيث تنهي كل المؤجلات، ثم نبدأ الأسبوع 24 حسب كل مجموعة. طبعا المجموعة الأولى لأن فيها كم من المؤجلات لفرق أسوان هتبتدي تلعب من يوم 4 مايو، يوم 3 مايو ويوم 4 مايو، في ماتش بكرة 28. هنخلص إن شاء الله المجموعة دي على أساس تبدأ الأسبوع 24، لأن أنت عارف حضرتك كابتن مدحت آخر 3 أسابيع في كل ال6 مجموعات هيتلعبوا في توقيت واحد، كل مباريات المجموعة ضمانا للحياديه. فبالتالي مجموعه وعندكم ملاعب ليها كلها؟ كل فرقه بتلعب في ملعبها. في ملعبها. فانت عندك اخر 3 أسابيع هتبقوا كلها مع بعض. عشان كده كان عندنا مؤجلات في الاسبوع الاول في المجموعه الاولى فالمجموعه الاولى المؤجلات بتاعتها كلها تتلعب ان شاء الله خلال بدءا بكره في مباراه. هم حوالي 6 ماتشات هيتلعبوا على ايام مختلفه، هينتهوا ان شاء الله يوم تقريبا 8 مايو. هنبدا بعد كده على طول ال 11 مايو الاسبوع ال 24، ثم 15 مايو الاسبوع 25، ثم 19 مايو نخلص المجموعه دي ان شاء الله. ودي هتكون المجموعه الوحيده المتاخره. هنخلص 19 مايو الاسبوع 26 يبقى انهينا الدور الاول. وبالتالي هتلاقي لعبه الكراسي الموسيقيه. نعم. لو بصيت لجدولها هتلاقي سوهاج على القمه قال لك اللاعب 23 مباراه، هتلاقي الالمونيوم الثاني بس لاعب 23 مباراه، المراغه الثالث 23، اسوان الرابع 21 مباراه لكن 40 بونت، والاول 47 بونت، عنده ماتشين مؤجلين. فبالتالي هيبقى في صراع على مين الثلاثه اللي هيطلعوا في التصفيات ان شاء الله. جميل. يمكن كابتن مدحت المباراه اللي قدامنا مباراه المراغه والاقصر او الاقصر والمراغه، ودي انا اخترتها افضل مباراه من حيث الاثاره هذا الاسبوع، حيث تعادل الفريقين 3-3، 1-0، 1-1، 2-1، 2-2، 3-2، 3-3 حتى الدقيقه الاخيره. قمه الاثاره. يعني يمكن احرز الاهداف للمراغه باسم مجدي الهدف الاول، ثم تعادل الفريد الهدف التعادل للاقصر، اسلام عبد الراضي الهدف الثاني للاقصر، احمد كورشي الهدف الثاني للمراغه، صافي توفيق الهدف الثالث للاقصر، جدو الهدف
الثالث للمراغه. الماتش ده كان في الاقصر؟ كان في الاقصر. هل بالفعل مديريه الشباب والرياضه في الاقصر صرح بان في 16 مليون جنيه تم اعتمادهم لبناء ملاعب وحاجات كده؟ هي المهندس خالد عبد العزيز بالفعل اداهم مبلغ على دفعات لانشاء حمام سباحه اولمبي، وفي مشروع كمان هناك حلم حتى بيحلم به صديقك وصديقي محمد الحاج محمود ادريس، قريه اولمبيه، لان الاقصر ستنتقل نقله كبيره جدا يا كابتن مدحت لو ان هناك بنيه اساسيه للتسويق الرياضي. عايز اقول لحضرتك كابتن ان حتى اهداف سوهاج اللي احرزها تيدي ومصطفى الباشا وحافظ يحيى وعبد الله رمضان ومحمد صلاح واسلام سري واحمد البدري وكونيه اللي احرز الهدف اللي جابوا الاهداف الثمانيه في سوهاج والتعدين. يعني كانت الناس بتقول ان التعدين ربما يحقق مفاجاه مع سوهاج، ولكن جاءت النتائج دي في مجموعه اخرى غير المجموعه اللي فيها المجموعه الاولى. هي نفس المجموعه. لان اجمالي لكن الفرقتين دول مش في الصوره في الصعود. لا المراغه الثاني 44 نقطه. المراغه الثاني هو لابس تيشيرت ايه بقى؟ اللي لابس التيشيرت الاورنج. اوكي. برتقال. بالظبط. الخميس 24 يا كابتن كانت مباراه، كل المباريات: شبان المراغه 1، المدينه المنوره 1، الاقصر 3، المراغه 3، النصر للتعدين 2، سوهاج 6، الالومنيوم 3، كيما اسوان 1، مكه المكرمه 1، سكر نجي حمادي 4. قبل ما نسيب المجموعه دي زي ما قال الاستاذ خالد كامل، الالومنيوم قفز ليكون في المركز الثاني فوق المراغه بنقطه، ولكن سوهاج متصدر برصيد المركز الثاني. الالومنيوم ده كان له باع. بالظبط. لا وكان جاي من بعيد مع الكابتن ياسر الكلالي. بالظبط. ولكن فوزوا على سوهاج على ملعب سوهاج وفوزوا على ارضه على كيما خلاه في المركز الثاني برصيد 45 نقطه. المتصدر سوهاج 47، المراغه 44، اسوان 40 وليه مباراتين. مع خالد قال الكلام. الثلاثه الاخرين سكر نجا حمادي، شبان مسلمين المراغه، مكه المكرمه، وتخش معاهم هنا وكيما ب 25 من بعيد والاقصر 26. يعني صراع رهيب ورهيب جدا في هذه المجموعه سواء على الهبوط او على الصعود. شيء جميل جدا في المجموعه دي. هنشوف المجموعه اللي بعديها. وانا برضو من المناسبه دايما عايز اقول لكم يا جماعه هنفضل مهتمين جدا جدا بالدوري ده لغايه اخر لحظه باذن الله، وعايزكم تشجعوا اللعبه الحلوه والجمهور يبقى جميل وايا كانت النتائج، عشان نفضل نعرض لكم الصوره المضيئه اللي بتعكس بجد اخلاقيات المصريين بشكل عام. اللي بعديها ايه يا استاذ؟ المؤجلات بس عشان نفكر الناس. اسوان والنصر للتعدين مباراه مؤجله من الاسبوع ال20، هتتلعب الاثنين 28. يوم السبت 3 مايو سكر نجا حمادي غرب سهيل مباراه مؤجله من الاسبوع ال20. كيما اسوان شبان المراغه مباراه مؤجله من الاسبوع ال20. الحد 4 مايو شبان القنا واسوان مباراه مؤجله من الاسبوع 23. واخيرا الاربعاء 7 مايو غرب سهيل وقنا مباراه مؤجله من الاسبوع 23. اوكي. المجموعه الثانيه مباشره. ايوه. يوم السبت 26 ابريل اتلعب منيا الحيض 2 والولديه 1، بني سويف 1، نصر الفكريه 0، مركز شباب نصر ملاوي 1، الوسطى 0، منفلوط 1، مركز شباب سنورس 1، الاسيوطي سبورت 0، بترول اسيوط 1. الاسيوطي تاهل خلاص. تاهل. طب نزلنا يا محمد اول ماتش على طول، نزل لنا الماتشات اللي عندك بتاعت المجموعه. واحنا كمان عندنا ده قدامنا ماتش ايه ده؟ ده مباراه بني سويف 1 نصر الفكريه لشيء. ايوه. ده كان على ملعب بني سويف، ده كان مباراه مهمه جدا. كان استاذ خالد هيشرح لك مدى حساسيه هذه المباريات. يعني هو المجموعه الثانيه في مدحت دي كملت ماتشاتها كلها، يعني كل الفرق فيها لعبه 23 مباراه. الاسيوطي خلاص صعد، بنبارك له لدوره الترقي. بيتبقى الصراع، بنبارك لصديقنا الحاج محمود الاسيوطي طبعا. بيتبقى الصراع على المركزين الثاني والثالث لدوره الترقي. بني سويف قفز بفوزه زي ما قال الزميل عبد الناصر، وصل نقطه 41. في نفس الوقت بترول اسيوط برضه نقط بقى 40 نقطه. دول الاثنين والثاني والثالث، وراهم على طول مركز شباب صمالوط اللي نزل خطوه لكن عنده 40 نقطه، عنده 38 نقطه، والفيوم من بعد منه عنده 37 نقطه. اوكي. اذا الثلاث اسابيع اللي جايه هيكونوا حاسمين جدا مين صاحب المركز الثاني والمركز الثالث. نفس الوضع في المؤخره، هنلاقي منفلوط تقريبا خلاص. ده الوادي الجديد والفيوم في نفس المجموعه. 2-2. هتلاقي نفس الوضع عندك. منفلوط تقريبا خلاص هو ومركز شباب سنورس والوالديه. هيظل الصراع ملتهب برضو هما الاثنين، على اساس لو يقدروا مع الوادي الجديد ومع مركز شباب مغاجه، كل دول بيلعبوا على صراع المؤخره. يعني اذا الصراع فوق وتحت برضه مستمر في الثلاث اسابيع دول. على فكره يلعبوا اسبوع ال 24 يوم
إذا أذن ربنا يوم 4 مايو. الأسبوع 25 يوم 8 مايو. الأسبوع الأخير 26 هيلعبوا يوم 13 مايو. الفرقتين دول الاسيوطي سبورت 0 بترول اسيوط 1. هذه المباراه فرقت جدا مع بترول اسيوط. هو واضح انه الاسيوطي بيلعب بالسكند تيم بالصف الثاني باعتبار ان هو تاهل لدوره الصعود. بالظبط. خلصت لصالح بترول اسيوط وفرقت معاه في الجدول. النهارده انت بتتكلم بني سويف وبترول اسيوط ومركز شباب صملوط والفيوم مع الكابتن جمال خفاجه او ولا صملوط مع عصام خليفه. دي طبعا لقطات لصعود الاسيوطي في رحلته. الاسيوطي صعد من مباراه سنورس اللي فاز فيها 3-0. المباراه اللي كانت قبل دي مباشره نعم. فاز فيها 3-0 وهو بيشتغل بفكر راقي، فقال لك مريح الدنيا كلها يعني كان يستعد للترقي بشكل كويس. يا حاج محمود الاسيوطي مساء الانوار. حاج محمود. يا كابتن مدحت مساء الانوار. مساء الانوار عليك. سهران. مبروك للبرنامج الجديد على قناة النهار. انت منور الدنيا والله يا كابتن مدحت. ربنا يكرمك ويخليك. خلينا نبارك لك طبعا على التأهل للصعود. يعني بتستعد ازاي بقى يعني اللي فات ده كوم واللي جاي ده كوم تاني خالص. طبعا اولا تحياتي للكابتن عبد الناصر والكابتن استاذ خالد كامل وكل القائمين على البرنامج. بنستعد ان شاء الله الفتره الجايه. احنا مريحين الفرقه الاساسيه، هنحاول نعمل مباريات وديه مع الفرق اللي صعدت في مجموعه القاهره ومجموعه بحري. يعني مش هنعمل في المجموعات اللي احنا هنلاعبها على اساس الفرق اللي صعدت هيبقى عندها نفس الهدف وهتبقى واخد نفس الجرعه التدريبيه وهتبقى خايفه على اللعيبه بتاعتها عشان بسيط الترقي. نفس المعطيات والظروف اللي هيعيشها الفريق بتاعنا هتعيشها. فاحنا كنا النهارده عاملين اجتماع مع المدير الفني ان هنخلص المباريات الباقيه ان شاء الله بالسكند تيم وهنبدا نعمل مباريات موديه مع الفرق اللي صعدت زي فرقه النصر وفريق طنطا وبلديه المحله. باعتبار ان انت مش هتقابلهم. مش هقابلهم طبعا. طيب يعني من خلالك تتصور الانديه طالبه ايه من لجنه المسابقات برئاسه الاستاذ خالد كامل في الفتره الجايه؟ والله طالبين طبعا يحددوا بسرعه الملاعب ويحددوا بسرعه شكل دوره الترقي لان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. في ناس بتقول ان هتبقى من دورين، في ناس بتقول من دور واحد. طبعا الحاجات دي بتفرق في الاعداد. طب خلينا نسمع اجابته واحنا على الهوا كده. اتفضل استاذ خالد. اولا مبروك يا استاذ محمود. دي اولا. لا هي دوره الترقي واضحه ومعلنه من اول الموسم ان دوره الترقي دوره من دور واحد. دور واحد على ملاعب محايده زي السنه اللي فاتت. اول يعني مجموعه الصعيد المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه الثلاثه والثلاثه 6 فرق بيلعبوا دوره من دور واحد. كل فرقه بتلعب 5 مباريات على ملاعب محايده. والمسافه في الملاعب المحايده دي متساويه للجميع. عملناها السنه اللي فاتت بقدر المستطاع. لعبنا السنه اللي فاتت لو تفتكر حضرتك كنا بنلعب في الفيوم وفي بني سويف وفي الجونه. اوكي. السنه دي حسب ال6 فرق اللي هيطلعوا برضه هنختار الملاعب امنه، ملاعب متميزه. الحقيقه عندنا مجموعه كبيره من الملاعب. طيب بالنسبه للمواعيد هتحددوها امتى؟ المواعيد لان زي ما قلت لحضرتك المجموعه الاولى اللي هي مع فيها يعني المجموعه الثانيه اللي هي فيها الاسيوطي دي هتلعب 4 و8 و13 مايو هتخلص الاسبوع 26. المجموعه الاولى اللي هي بتاع الصعيد لظروف المباريات اللي مؤجله فيها بتاعت اسوان والاحداث اللي كانت موجوده دي هتخلص 19 مايو. عندنا اجتماع يوم الاربعاء ان شاء الله بنطرح يعني احنا هنخلص 19 مايو. نتمنى ان من دلوقتي عشان في عندنا انتخابات رئاسه 26. لا انا بتكلم برضو يا حاج محمود. انت حضرتك هتخلص 13 مايو لكن المجموعه الاولى هتخلص 19 مايو. احنا بنبتدي من دلوقتي ندرس كل الملاعب على ضوء الاحتمالات اللي موجوده. يعني متوقع اخر مايو مثلا؟ عندنا انتخابات الرئاسه 26 مايو. احنا بنعمل اتصالات مع الامن. بنحاول يعني انا في تصوري لسه قدامي اقتراحين. اما ان احنا نبدا اخر مايو ان شاء الله واما نحاول نلعب اسبوع قبل لو الظروف سمحت قبل انتخابات الرئاسه. هل هنلحق ولا مش هنلحق؟ لان ظروف المجموعه دي بالذات. هتقرروا امتى؟ هنقرر على في اجتماع الاربع هيكون الملامح بدات تبان ان شاء الله. ده مهم عشان لكن مجموعه الصعيد بالذات مشكلتها برضو احنا عندنا مشكله. هل هنبدا ال3 تصفيات في وقت واحد ولا نعمل زي السنه اللي فاتت نلعب تصفيات قبل تصفيات؟ لان مجموعه الصعيد
قد تؤخرنا شويه، لان المجموعه الاولى بقول لحضرتك عموما اي مجموعات 19 مايو مش مرتبطين ببعض، مش مرتبطين ببعض. لكن احنا مجموعه الصعيد ان شاء الله هتخلص المجموعه اللي هو 19 مايو، المجموعه الثانيه هتخلص 13 مايو. هنختار الملاعب يوم الاربعاء، احنا بنبدا تصوراتنا، بنبدا استطلاعاتنا، بنبدا بنراجع الامن اذا كان هنسمح لينا، لكن انا اعتقد هتبقى صعبه، اعتقد هتبقى بعد انتخابات الرئاسه، بعد انتخابات الرئاسه في المجموعه دي بالذات، مجموعه الصعيد. حاج محمود مليون مبروك، عايز تقول حاجه اخيره؟ اتفضل. انا عايز من خلال برنامجك يا كابتن مدحت ان نبدا من دلوقتي اتحاد الكوره يبدا تسويق مباريات الترقي، لان انا ده بعتبره كنز جماهيري. نعم. لو ما حدش استغله كويس بيضيع على الفاضي. الانديه اللي تعبت صرفت كتير جدا عشان توصل للترقي دي. صحيح. في الاخر 3 انديه هم اللي صعدوا للدوري الممتاز، و15 نادي هيرجعوا الممتاز ده بدون ما يستفيدوا باي شيء. فارجو تسويق المباريات دي الترقي علشان الانديه تستفيد، ويبقى دافع للانديه للسنوات القادمه ان شاء الله ان هي تلعب بجديه، تصعد للترقي. في ناس هتصعد الدوري الممتاز، في ناس هتستفيد ماديا، ناس هتستفيد اعلاميا. فاتمنى من خلال برنامجك ان يبدا من دلوقتي التفكير في ذلك، واشكرك واشكر ضيفك الكرام. شكرا جزيلا. مع لقطات اخرى ولكن بعد الفاصل. نخش على المجموعه الثالثه مباشرة يوم الخميس 24 ابريل الاسبوع 23 تلعب البلاتيك 0 النصر 3. وده الماتش اللي اهل النصر رسميا في حال ما تم احتساب نتيجة مباراة سكر الحمدي والمصرية اتصالات على ما هي عليه 2-1، وهشرح لك دي بعد دقيقة. نجوم المستقبل 0 الشرقية للدخان 0، الترسانة 0 الاعلاميين 2، الشمس 0 بهتيم 1، السكة الحديد 2، حلوان العام 3. ودي كانت من مفاجآت هذا الاسبوع. مياه القاهرة 2، شباب طوخ مع الدكتور محمود سبروت رجعوا للفوز ثاني بفوز مستحق 3-2. المفاجأتين اللي كانوا الاسبوع ده في المجموعة دي واحنا بنتفرج على 3 اهداف. ده ميدو ده هداف المجموعة 16 هدف. 16 هدف لاعب النصر هداف المجموعة، وهو هداف الدوري على مستوى 6 مجموعات. محدش طلبه بقى من الأندية الكبيرة ولا حاجة؟ يعني في عروض كتيرة كابتن. اوكي. المباريات بتاعت هذه المجموعة اللي هتتلعب يمكن الاسابيع اللي جايه هيبقى فيها اثاره كتير جدا. مباراه سكر الحمديه كابتن اخد دقيقه واحده. سكر الحمديه والمصريه للاتصالات. كان زميلنا احمد كمون موجود هناك في الشراره، يمكن دي مجموعه اهداف للنصر. واحنا طبعا دي لقطات الاول لنادي النصر اللي صعد بيها الى دوره الترقي، زي ما جبنا للاسيوطي بنجيب للنصر. وبنهنيهم كمان، وبنهني الدكتوره سحر عبد الحق والكابتن سيد عيد والدكتور عمرو المشرف العام على الكوره على الصعود. وميدو على فكره 16 هدف، وهو متصدر على قائمه الهدافين على مستوى 6 مجموعات يا كابتن مدحت. بالظبط. وهيكون لنا معاهم احتفاليه كبيره يعني يمكن عشان الوقت. نروح الاحتفاليه بقى بعد الصعود. بعد الصعود دي ربع احتفاليه. بالظبط. يلا طب قول بسرعه كده خاص بالماتش الاتصالات. في الدقيقه 25 من الشوط الثاني الكابتن وليد عبد الرازق حكم المباراه حسب ضربه جزاء المصرية اتصالات اللي هو كان الفريق الضيف على ملعب السكر. حصل يعني بص في روايات كتيره وانا بحب اقول الروايه وماليش دعوه بالتفاصيل. حصل اعتداء على الحكم بيقول لم يحصل، ما حصلش اعتداء، المهم اوقف اللعب 20 دقيقه كامله. ثم استأنف بلعب ضربة الجزاء ليحرز المصرية هدف. بعديها احرز سكر الحمدية هدفين. انت امام لغط. هل المباراة انتهت 2-1 نهاية طبيعية ام ان الحكم اكمل؟ هو اللي يقول بقى في لا، ما هو الحكم بالظبط في تقريره اللي انتوا تشوفوه من الاربعه. كابتن مدحت الموضوع ده الفيصل الوحيد فيه هو تقرير حكم مباراة وتقرير مباراة وتقرير مراقب. انا كرئيس لجنة لا اعرف تقرير حكم ولا تقرير مراقب فيه. في اجتماع يوم الاربعاء وهو التقرير هو الفيصل في الموضوع. هو اللي يقول انا كذا او كذا. كلام كتير من هنا كلام كتير من هنا، ايه اللي اتقال ايه اللي ما اتقالش. لكن في الامن كان في امن موجود زي ما باين في الصورة. احداثه ايه المباراة الله اعلم. وبالتالي ما نقدرش نسبق احداثنا فيه. انا شخصيا بقول لحضرتك انا بشوف على الترابيزه مع زمايلي في لجنه المسابقات واللائحه واضحه. تقرير حكم نمره 1 وهو معاه بعدها تقرير مراقب المسابقات. بس على فكره الكابتن ناصر عباس مراقب الحكام والكابتن عبده العظيم مراقب المسابقات في مفاجأتين في التقرير بتاعهم. يمكن عبده عبد العظيم مراقب يعني مراسلنا في المباراه
رصد ضرب مراقب المباراه. هو بقى يعني قصه كبيره هو هنشوفها في نروح المجموعه الرابعه. المجموعه الثالثه خلصناها. خلاص الرابعه مباشره يوم الاربعاء 23 كان الاسبوع 23. دمياط فاز 2-1 على مركز شباب مصوير. فاقوس 1 منتخب السويس 1 اسمنت السويس 1 الشرقيه 2 الشهداء 1 غزه دمياط 2 مركز شباب اجا 0 المريخ 4. وقدامنا فاقوس ومنتخب السويس. كابتن خالد جلال طبعا منتخب السويس وصعد بنهنيه. صعد ايضا الكابتن احمد عبد المنعم الشهير بكشري اللي قدامنا ده هو المدير الفني لفوز. كهربان اسماعيليه صعد ايضا مع الكابتن رضا عطيته هذا الاسبوع بعد فوزه على نجمه سينا 3-0. وغزل السويس كان باي. جميل. يعني اذا في المجموعه دي صعد بالفعل فريق منتخب السويس. ايوه وكهرباء اسماعيليه. طيب كابتن خالد جلال مساء الانوار. الانوار يا كابتن مدحت، بمسي عليك ومبروك عودتك مره اخرى على قناه النهار وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن مدحت. الله يخليك يا كابتن. بمسي على الكابتن طبعا خالد كامل والصديق الاستاذ عبد الناصر زيدان. يعني نقول لك مليون مبروك على التأهل. ما هو قادم بالنسبة لك بقى يا ابو الكباتن؟ تستعد ازاي؟ والله الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى يا كابتن مدحت. الحمد لله منتخب السويس طبعا نادي كبير جدا ونادي جماهيري، وزي ما انت عارف يا كابتن مدحت ده ليه يعني اصول في الدوري الممتاز، وياما امتعنا منتخب السويس في الدوري الممتاز. الحمد لله احنا صعدنا كأول نادي في المجموعات الستة الحمد لله نصعد لدورة الترقي بعد مجهود والله يا كابتن مدحت. يعني بدأنا بداية يمكن متعثرة شوية من الناحية المادية. الحمد لله ربنا وفقنا في مجموعة لعيبة والحمد لله مشينا طول الدوري الحمد لله. عملنا نتائج كويسة جدا وإحصائيات جميلة جدا وصعدنا عن جدارة كأول مجموعة بصرف النظر عن الاربع مباريات المتبقيه. جميل. يمكن احنا بتواجهنا يا كابتن مدحت مشكله كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي، الاسبوعين اللي فاتوا، ان في اصابات غريبه الشكل جات لنا. يمكن الغده النكافيه اللي هي اصابت 5 لعيبه من عندي في توقيت صعب جدا جدا جدا. يمكن دي مؤثرة تأثير كبير جدا علينا الفترة اللي فاتت. يمكن احنا بنريح لعيبة كتير الفترة اللي فاتت عشان ندي برضو فرصة للبدلاء واللي راجعين من الإصابة. اعتقد ان الفترة الجاية دي هتبقى يعني فترة تأهيل لينا لدورة الترقي. ويمكن انا بس عايز سؤال للكابتن خالد كامل ان برضو يعني يا ريت الملاعب اللي هتلعب عليها دورة الترقي يا ريت تبقى قريبة، عشان برضو انت عارف يا كابتن مدحت الأندية دلوقتي صعبة جدا من الناحية المادية. يعمل معسكر بقى والكلام ده كله شغلانة وسفر ورايح جاي والانتقالات والحاجات دي كلها. يا ريت برضو تراعى فيها الأندية الشعبية، لأن الأندية الشعبية بتمر بظروف يعني صعبة جدا. طيب هو هيجاوبك يا كابتن خالد عشان ضيق الوقت، وبنقول لك مليون مبروك مرة تانية. الله يبارك فيك. مليون مبروك. بسرعة يعني هتراعوا الحتة دي. زي ما قلت لحضرتك يا كابتن مدحت، نعم. انت محكوم في الملاعب بحاجتين. محكوم بموافقات أمنية ودي نقطة مهمة جدا، ومحكوم بجزئية تانية وهي إمكانيات الملاعب نفسها. نعم. يعني أنت النهاردة أمنيتك تعمل في أحسن ملاعب، لكن أنت بتشوف حتى على مستوى الدوري الممتاز بعض الأندية اضطرت تلعب في ملاعب أقل كتير جدا في مستواها، دي ظروفها. صحيح. لكن احنا بنبحث بقدر المستطاع ان ده مجهود سنة، وبنعمل مفاوضات وفي اتصالات من مجلس إدارة الاتحاد ومن مسؤولين الاتحاد على أعلى مستوى ان احنا نصل إلى أفضل الملاعب. نأمل إن شاء الله ان احنا ناخد موافقات. مجموعة القاهرة والقناة المفترض انها تلعب في منطقه اسكندريه وبحري. يعني اسكندريه البحيره، يعني هو مناطق دخول في تفاصيل يا كابتن. لا انا بقول لك يعني ده المخطط قدر الامكان. انا بقول لحضرتك يا كابتن ده المخطط، احنا ما بنخبيهوش. لكن ظروفك ايه والفتره اللي جايه ايه اللي هتاخده وايه الموافقات اللي هتاخدها، نامل ان شاء الله نصل. لكن احنا امنيتنا نلعب في افضل ملاعب. اكيد. دي كهرباء الاسماعيليه ونجمه سينا 3-0. بنبارك للكابتن رضا عطيته برضه ثاني فريق صعد من المجموعه الرابعه. المشكله في المجموعه دي يا كابتن عشان نقفلها بسرعه يا كابتن مدحت، المريخ والشرقيه زقازيق امام
صراع مميت على البطاقه الثالثه. بطاقتين، انت امام المريخ وامام الشرقيه في المريخ بورسعيد، المريخ بورسعيد والشرقيه زقازيق. طيب المجموعه الخامسه. المجموعه الخامسه مباشره يوم الاحد 22 ابريل اتلعب الاسبوع 23 جمهوريه شبين 0 كرنس 1. يوم الاثنين 21 استكمل بشربين 1 البلديه 1 بنها 3 غزل شبين 0 الزرقاء 1 المنصوره 4 اتحاد نبارو 2 بني عبيد لا شيء. يوم الثلاث 22 اتلعب طنطا وسرس الليان وشهدت واحده من احلى اهداف الاسبوع بقدم وليد حسن. هتشوف دلوقتي هتنبسط جدا من الهدف ده. الاربعاء 22 سمنود 1 بالقاس 2. اما المباريات المؤجله اللي اتلعبت بالامس كانت المنصوره اللي هو السبت 2 شربين 2. ويوم الحد اللي هو 27 هيبقى في مباراه مؤجله بالقاس غزل شبين واللي فاز فيها بالقاس 3-0. يمكن دي جمهوريه شبين وتكرنس معانا على الشاشه اللي هي خلصت 0-1 لصالح ديكرنس. بالظبط. اما طنطا وسرس الليان فاز طنطا 1 لا شيء. بص يا كابتن، شربين سرس الليان المنصوره بالقاس، انت امام قمه المتعه. اوكي. الكابتن رضا عبد العال كان حريص جدا انه يفوز المباراه اللي فاتت لان فرقت معاه جدا. طيب المجموعه السادسه والاخيره. المجموعه السادسه والاخيره عندنا يوم الخميس اتلعب الحمام 2 العبده منهور 0 ماليه كفر الزيات 0 كفر الشيخ 0 الزعفران 1 سكه حديد طنطا 0 مياه البحيره 1 شباب الضبعه اللي معانا ده 3 وشباب الضبعه انا بعتبره الحصان الاسود. والكابتن علاء نوح يمكن من افضل المدربين اللي موجودين في المجموعه دي، فاز على مياه البحيره في مياه البحيره 3-1 بالظبط. عشان ما عندناش وقت، مياه البحيره ده قصه لان فريق عامل احلى مباريات ولكن من الشركات التي لا تريد ان تصرف، فانهار الفريق عكس من 5-6 سنين بالظبط. لا ما دي قصه هنعمل عليها حلقه بقى. الشركات التي اهملت فرقها، ففي فرق هتتسرح. يعني محمد يوسف المشرف العام على الكوره في مياه البحيره والجهاز الفني اللي معاه يتعمل لهم تمثال انهم مكملين في المستوى ده بالظبط. مطروح 0 الاولمبي 0 وتبقى للاولمبي نقطه. مركز شبابكم حماده 1 مركز شباب العبور 0 ابو قير للاسمده 1 غزل كفر الدوار 1. دي ملامح المجموعه دي يا كابتن بسرعه. الاولمبي 47 كفر الشيخ 43 شباب الضبعه 39 العبده منهور 39 برضه. يعني لسه ولا فريق تاهل بشكل رسمي. الاولمبي وكفر الشيخ هما الاقرب، لكن عندك 4 في مشكله جامده. كان عندنا لقطات حلوه جدا. ادينا لقطه الاسبوع اهي بص ده فريق الشرقيه بيزق الاتوبيس ما يجراش حاجه. يعني زميلنا احمد النبراوي بشكره اهدى لنا هذه اللقطات. ما يجراش حاجه. اللي يعني بعده الاتوبيس واضح ان هو قوي جدا. بص يا كابتن دول مجموعه اطفال مركز شباب المناشي بمحافظه الجيزه. افضل عايز حق في ملعب بناجيل اخضر. عايزين ملعب. عارف ليه بقى؟ لان ده مركز الشباب من المراكز القليله جدا اللي بالاسفلت. نفسي العب كوره على ملعب. شايف؟ فده لازم يبقى من خلال يا مساء انوار والمهندس المحترم خالد عبد العزيز اللي بيستجيب لنا على طول. نعم. اكيد المناشئ هتتحل مشكلتهم فورا. جبت لي حاجه طلياني انت تقريبا، لقطه طلياني. لا دي قصه دي قصه موجود معانا اللقطه. وريها لنا يا محمد اخر لقطه هنا دي قصه محمود صلاح زميلنا المحترم اللي انا بشكره المعد الكفء. شايف الروح الرياضيه. طلعوا الكره اوت يا كابتن مدحت القسم الرابع ده. خلينا نتفرج. بص يا كابتن بيرجع للجون عادي فير بلاي في منتهى الروعه. شفت النكته دي؟ جول. بتقول له انت من فضلك اقفل. ما بين قربك وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك. شوف المتعه بقى الحكم هيعمل ايه. ده ما قفلش رجليه. شوف الحكم هيعمل ايه. مش هتكلم انا. شوف الحكم هيعمل. ورينا هيعمل ايه. شايف المفاجاه؟ يا سلام. هيحط جول الناحيه الثانيه. ايه الشياكه دي؟ انا قلت لهم اللقطه دي لازم تروح للكابتن مدحت. ايه الشياكه دي؟ شايف؟ سلام على الفير بلاي. يا سلام على الفير بلاي. يعني انت هنا جون بالرغم انه خطأ الجون. ايوه. لكن مع هذا هو لم يقبل. بالظبط. هو اعتبر انه هو بيرجع فما خدش الباله. طيب. فالفير بلاي بيقول ساب لهم الملعب. عايزين نشجع نهله شلبي ومحمد موسى وان شاء الله في لقطتين يا محمد من الاجنبي اللي عملوا شغل كتير قوي في الاجنبي. واحمد عبد اللطيف متألق. واحمد كمان. طبعا عايزين تورونا ايه في الاجنبي اللي عندكم اللي انتوا عايزينه. طيب ليفربول وتشيلسي طبعا
ده احنا جايبينه 3 دي طبعا اللي ملناش حقوق طبعا. ادي خطا جيرارد اهو. بس انت عجبتني في بدايه الحلقه لما قلت انا سعيد النهارده ان انا اقول محمد صلاح قاد تشيلسي. قائد تشيلسي طبعا. طبعا. ادي الهدف طبعا، والغلطه الكبيره قوي بتاعت جيرارد القائد وباباه والهدف والنهارده تشيلسي ما شاء الله 2-0. الفتوه دي خناقه مورينيو وجيرارد. ده النجم. ودي لقطات بقى من المباراه. شفت يا استاذ خالد الماتش ده؟ شفت جزء منه. جميل طبعا. دوري تاني خالص وصراع تاني خالص وحاجه جميله يعني. بالظبط. يعني كل مباراه بتستمتع اكتر فيها قوي. كان لقطه طبعا بتاع مورينيو ده، كان رودريجيز هو اللي بيهاجم مورينيو ويعني وده هدف الفوز في الدقيقه 95 اللي هو الجون الثاني. الجول الثاني لا الجول الثاني. شوف يعني انتوا عاملينه بشكل جميل. لا بقياسات فنيه بمعلمه. ما هو احنا ما عندناش حقوق بنتصرف. لا بتصرف. عندنا فريق عمل قوي بيتصرف. لا حاجه طبعا جميله. طبعا ابو المعاطي زكي المشرف العام ومحمد القاضي المتالق رئيس التحرير. نعم عاملين شغل. وفرحه بقى ما بعدها فرحه المورينيو. والفرحه طبعا. انا اعتقد الماتش ده هيديله تشانس كبير جدا في مباراه العوده في الدور قبل النهائي لبطوله اوروبا. وعنده فرصه. لان هو بره ملعبه تعادل. والاحصائيات كلها في صالحه كمان يا كابتن. والاحصائيات كلها في صالحه. طبعا النهارده كان صلاح عنده يعني تصريحات جيده. ده المدير الفني بيتكلم اهو. وادي بيهني برضه. هو غريب ان هو بيقول ان احنا كنا الافضل. يعني انا ما كنتش شايفهم الافضل يا كابتن. مش عارف انت شفت الماتش ولا ما شفتوش؟ ده كان مساعد مورينيو. خلي بالك. ده مساعد مورينيو ولا مدرب ليفربول؟ لا كان مساعد مورينيو. دلوقتي بقى هو النهارده بيتكلم بيقول كلام غريب ان هو كان الافضل. انا ما شفتوش الافضل. لا مش الافضل على الاطلاق. لا مش الافضل. بس هو بيتكلم برضه بروح رياضيه وبيهني يعني. يعني ما فيش حساسيه ولا. بالظبط. شوف الكلام يعني بيبقى تصريحات واضحه بالظبط. وفيها كده نوع من الالتزام. يعني ما بتلاقيش عندهم حته العصبيه. لا خالص. والتصريحات جمالها بقى انها في ارض الملعب. لكن هو الشيء الجميل طبعا برضو ان ما ننساش ان اذا كان محمد صلاح متالق يا كابتن مدحت فبرضو بنهني هال سيتي ان هال سيتي ضمن بنسبه كبيره البقاء في الدوري مع احمد المحمدي وبرضو رئيسه مصري وبتاع. فده شيء يسعدنا برضو قوي. ادونا كمان لقطتين 3 اجنبي كده بسرعه يا جماعه عشان نشجع الشباب. يلا. اياكس بيتوج بلقب الدوري الهولندي. اياكس اللي لعب له ميدو طبعا للمره الرابعه على التوالي. خلي بالك ده طبيعي. يعني انت زي الاهلي هنا كده بيقع سنه ويرجع تاني 4 سنين وهكذا. مع اكتر من نادي. بالظبط. طبعا دي المره ال 33 اللي بيتوج فيها النادي الهولندي بلقب الدوري في تاريخه. واخر 4 سنوات فاز باللقب مع فرانك ديبور لو تفتكروا. طبعا اللعيب العظيم فرانك ديبور من اعظم اللعيبه. وبالتعادل اصبح رصيد اياكس 70 نقطه وخلص الموضوع. ده بقى اخو ازر بتاع تشيلسي. عارفين لاعب طبعا أزر. ده اسمه تورجان ازر صانع العاب تشيلسي المعار الى زولتي فرجيم البلجيكي. وده الهدف الصاروخي اللي هو سدده. بس هي خدمته الكوره انها خدت تاتش كده في الراس. ودي لحظه التتويج. دي لحظه التتويج بقى. هي عارف المتعه يا كابتن مدحت وانت بتتفرج على اللقطات دي انك انت قاعد مع الكابتن مدحت شارب ولسه بتتفرج على الكرنس والتعجين وبعد كده لا هو خليك بلاش هذا يا عبد. لا المتعه هنا بقى يا مدحت اللي انت دايما بتتكلم عليها. شوف بقى هنا لا راح بقى مصور دخل عليهم ولا واحد راح خد اللقطه ولا واحد دخل عضو مجلس اداره ولا واحد. يعني شوف بيدي فرصه للفرقه كلها بالفرحه. ده اللي نتمناه في ملاعبنا يا رب. عندنا كمان فنربخش اهو توج بالدوري التركي للمره ال 19 وبكده بيعادل رقم جلاتا سراي. ده الخبر للمره ال 19 في تاريخه بيستعيد اللقب بعد غياب موسمين. كانوا طبعا لصالح غريمه التقليدي طبعا جلاتا سراي. بالظبط كده. فنربخش اللقب النهارده في الجوله ال 31 يعني قبل ما ينتهي الدوري ب3 أسابيع. هنا بقى طبعا تيتو فيلانوفا طبعا رحمه الله عليه يعني توفى طبعا بمرض اللعين. كل تصريحات لعيبه برشلونه في الجنازه بالظبط باينين كده. ميسي اهو اكتر من لاعب 45 سنه. 45 سنه. الماركه الاسبانيه كانت واخده افضل عنوان يا كابتن لما قالت رحل تيتو الكره العالميه وبكت عليه كره القدم. بالظبط.
خلي بالك انه طبعا يعني كان كمان شخصيه محبوبه جدا جدا. على فكره مورينيو كان بيتابع حالاته بشكل يومي، ودي كانت من الحاجات المهمه بعيدا عن الاضواء. وجوارديولا اعلن ان هو في طريقه، لان هو كان عنده مباراه مع بايرن ميونخ، صحيح. فهو بكره هيكون في اللعب. طيب انا نفسي اشوف بس يا محمد حكايه الشبح اللي في مدرج ملعب بوليفي، لان انا مش مصدق الموضوع ده. بيقول لك شبح ظهر في ملعب بوليفي، شوفوه هل ده شبح ولا واحد بيجري ولا انيميشن ولا ايه الحكايه بالظبط. لكن شغل الراي العام شويه هناك، انت عارف الناس اللي هناك تحب تهتم بالخرافات شويه. خلي بالك يعني هنا نشطاء الفيديو التقطوا بالكاميرا التلفزيونيه اهو اللي بيقالك ده شبح ايه؟ لا واحد بيجري جوه الموضوع. لحظه بس، هو السؤال شبح. ما هو احمد عبد اللطيف انا بشكره جاب لك اللحظه، ما فيش بني ادم يجري بالشكل ده. شايف الكاميرا، شايف الحركه في المربع الاحمر. ده بيعدي ولا خداع بصري ولا ايه ده؟ ممكن يكون خداع بصري. يعني الصحف الانجليزيه والاسبانيه نشرت لقطه عبر مواقعها الرسميه على الانترنت وتساءلت هل هو شبح ولا خداع بصري؟ لا هو خداع بصري. لا هو خداع بصري. الاستاذ ابو المعاطي لانه عنده علم بالعالم الاخر. كابتن خالد كامل شرفت ونورت. شكرا جدا كابتن استاذ عبد الناصر زيدان شرفت ونورت. بشكرك وبشكر زميلي احمد كمون ومحمود صلاح والاستاذ ابو المعاطي زكي طبعا ومحمد القاضي وكل الزملاء والمبدع دائما محمد نصر، لان فعلا كل حد الواحد بيبقى في منتهى المتعه وهو جاي لك يا كابتن. ربنا يخليك، ده انت بتشرف وتنور. طبعا دي لحظات الحداد من برشلونه على تيتو فيلانوفا. طبعا فازوا 3-2 يا كابتن. فازوا 3-2 النهارده. وعلى الحداد 3 ايام بالظبط كده. خليني اشكر الاصدقاء المشرف العام الاستاذ ابو معاذ زكي، رئيس التحرير الاستاذ محمد القاضي، النشطاء احمد عبد اللطيف، بسام ابو بكر، محمد موسى، نهله شلبي، حمدي رشيدي، احمد اسماعيل، ومحمد البطران، وائل بهنساوي، رامي محسن، ودائم الابداع محمد ناصر الدين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.